وصفتنا بقى النهارده لمحبين السجق. هنعمل وصفة سجق حلوة قوي بطريقتي. اول حاجة هجيب طاسة هحط فيها شوية زيت صغيرين قوي، وبعد كده هنزل بقى السجق بتاعي لحد ما بس السجق يعني ياخد لون. افضل اقلب كده كل السجق بتاعي لحد ما الاقي إن اخد لون يعني زي تحمير كده من تحت وخلاص. وبس بعد بقى ما ياخد اللون ويبقى تمام معايا هقوم انا مطلعاه في طبق واخليه على جنب. وكل السوائل اللي نزلت بقى من السجق دولت محدش يرميها، هنحتاجها. هقولكوا هنعمل ايه دلوقتي. بعد ما اطلع السجق بقى بتاعي، هنا الصوص دوت انا كنت انا مقطعه بصل. حطيت بصل شرايح الاول. انا هنا كنت مقطعه بصل وفلفل الوان، حطيت البصل الشرايح ياخد بس كده تشويحه، وبعد كده نزلت الفلفل الالوان بتاعي، وبعد كده افضل اقلب بقى كله مع بعض لحد ما الخضار بتاعي يدبل خالص. البهارات بقى بتاعتي حطيت معلقه من البصل باودر، ورشه من الفلفل الاسود، وبابريكا، رشه من البابريكا، ورشه من السبع بهارات، وبس كده. وبعد كده هحط بقى معلقه صغيره من العسل الاسود، وده بقى التكايه بتاعتي هتخلي طعمها حلو قوي. وبعد كده حطيت معلقه كبيره من دبس الرمان، وبعد كده هحط معلقه كبيره من الصويا صوص، وخلاص كده. وبعد كده هنزل بقى السجق بقى بتاعي، وبعد بقى ما انزل كل السجق هقلب بقى مع بعض كل ده، وبعد كده اسيبه ياخد بس غلوتين، وبعد كده هنزل الملح بتاعي على حسب الرغبه. بس السجق لو مملح ما تحطوش ملح، بس هنا الخضار علشان بينزل ميه كتير قوي فهيحتاج ملح. وبعد كده هنقل بقى كل ده في بايركس، وبعد كده هغطيه واسيبه في درجه حراره 190. وخلاص ده شكله بعد ما طلع. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.